في وحدة متجوزة وساكنة مع بيت حماها. صار عندها أولاد وكبروا أولادها ولساتها ببيت حماها، وكل يوم والتاني تنق على جوزها تقول له طلعنا من هالبيت خلينا نستقل لحالنا، وهو ما كان يقبل ويقول لها مستحيل اطلع من عند أهلي ومستحيل اتخلى عن أهلي. وضلت هالمسكينة تعاني مع أمه وأخواته وما كانوا يرحموها بالشغل، على شغل وتعزيل وطبخ، هذا غير العزايم اللي رايحة واللي جاي لأخواته اللي قريبين منهم، كل يوم والتاني على عزيم. وهالمسكينة تفيق من الساعة 5 الصبح ما تطلع من المطبخ إلا الساعة 12 بالليل. كانت تتعب كتير وجوزها ما يقدر هالشي ولا بيت حماها يقدروا هالشي، ولا حتى كلمة الله يعطيك العافية يقولوا لها، كأنها خدامة بالبيت وتخدم فيهم. صارت تفكر بأي حيلة بدها تطلع من البيت مشان ترتاح وتستقل لحالها، لأنه تعبت كتير وما عاد فيها صبر. وبليلة من الليالي جابت طنجرة فيها مي وكبتها بلب المجلة، والمي كانت باردة على أساس إنها سخنة. صارت تصرخ وتقول أنا بريئة أنا بريئة أنا بريئة، مو أنا اللي قتلت لك أولادك. وصارت تركض من غرفة لغرفة وصارت تكسر بهالأغراض وتصرخ، حتى أصحاب البيت كلهم خافوا وفكروا إنه لامسها جني. أبو جوزها صار يقرأ عليها قرآن، جابوا له شيوخ، ما خلوا شيخ بالبلد يقرأ عليها وما في فايدة، وتضل عم تصرخ وتضل عم تكسر، وصاروا كلهم يخافوا يقعدوا بالبيت. جابوا له راقي لحتى يرقيها، قامت قالت له بدي أحرق لحيتك، قال اللي معاها كافر وما عاد إجا. جابوا له راقي تاني كمان نفس الشي، كمان فل وما عاد رجع. في شيخ من الشيوخ سمع بالقصة وإجا قال أنا برقيها، فلما إجا صار يقرأ عليها وهي شافت أسنانه مفرقة ولسانه طالع من بين أسنانه، الله حط عليها الضحك وانفجرت بالضحك. فقام الشيخ وهرب وقال أنا ما بقدر أرقيها لأنه ماسكينها قبيلة من الجن. فجابوا لها واحد تاني يقرأ عليها، قال له أوامرك أيها الجن. قال له أنا مبعوث وهذا البيت انقتلوا فيه أولادي، ولو ما طلعت هاي المرة من البيت راح أحرق البيت باللي فيه. فقال لهم الشيخ لازم المرة هاي تطلع من البيت ما تضل بالبيت. فاضطر جوزها يطلعها على بيت لحالها. هون تدخلت الأم وتدخل الأب وتدخل الأخوات إنه هذا الشيخ مو شاطر وما بيعرف شيء ومن هالحكي. هي سمعت هيك وزادت بالصراخ وزادت بالتكسير، وصارت تقول بالليل راح أحرق لكم بيتكم. هن سمعوا هالحكي وخافوا، وأخيرا وافقوا يطلعوها ببيت لحالها. ونجحت الخطة تبعها. المرأة بس بدها تخطط إبليس ما بيقدر عليها. وهي كانت قصتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوني من اللايك وتعليق حلو مثلكم، وإن شاء الله تضلوا بخير يا رب.